حديث جميل قوي. كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان قاعد بيتكلم، أو كان معاذ ابن جبل رضي الله عنه كان قاعد بيتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام وبيقول له أخبرني بعمل يدخلني الجنة. ففي نهاية الحديث فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بلسانه وقال له كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني إحنا هيؤخذ علينا بالحاجات اللي إحنا بنقولها، يعني أي كلام إحنا بنقوله ده هيؤخذ، يعني هنتحاسب عليه. فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس على وجوههم، أو قال على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم. إيه ده؟ يعني أنا ممكن لساني بس يدخلني النار؟ اللسان بس يدخل النار. طب ده انا طول النهار عماله اقول الشعب الفلاني كذا والناس العلانيين كذا والفريق ده كذا والعرق ده كذا والصينيين كذا، بختاب مليارات البشر. يعني ارجوك، عايز تختاب ولسانك يعني هيتكلم على حد بالوحش، بلاش نخليها يعني جمعية او نخليها بالشمول والعموم. خليها على قد الشخص اللي ضايقك لو افترضنا، لان الملف ده خطير جدا جدا.